اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده انا جاي اتكلم عن ازاي تستغنى عن الزراير بتاعه الايفون. مش هنستخدمها خالص بعد الفيديو ده. ببساطه شديده جدا عاوزك تيجي معايا عند السيتنج. هندخل مع بعض على الاكسسبيليتي او التسهيلات بالعربي، وبعد كده هتدخل معايا على التاتش او اللمس. بعد كده هتدخل معايا على اسيستيف تاتش، وهتروح داخل على اسيستيف تاتش كده، وهتدخل على الكاستمايز تاب ليفل منيو، وهتخلي بس الاربعه دول: الفوليوم داون، الفوليوم اب، واللوك سكرين، واللوك روتيشن. ترجع تاني في نفس الصفحه بتاعتنا، هتروح داخل على السنجل تاب تعملها اوبن منيو، الدبل تاب تعملها لوك سكرين، واللونج بريس تعملها سكرين شوت. احنا كده عملنا ايه بقى؟ عملنا كل المهام اللي بتستخدمها حضرتك في الزراير دي. يعني ببساطه انت دلوقتي عاوز تاخد سكرين شوت، هتدوس دوسه مطوله على الاسيستيف تاتش، خد سكرين شوت. عاوز تقفل الموبايل بتاعك، دبل تاب، قفل الموبايل بتاعك بكل سهوله اللي في الدنيا. عاوز تعلي او توطي الصوت زي ما انت شايف كده. الحقيقه من ضمن الحاجات المهمه جدا لازم تعرفها في الايفون انك ممكن تستغنى تماما عن الزراير. ممكن حد يجي يقول لي طيب انت نسيت خالص موضوع ان انا ممكن لو عايز اقفل الجهاز بتاعي. هقول لك الموضوع سهل وبسيط. لو عايز تقفل الجهاز بتاعك تدخل على الجنرال، تنزل تحت وتعمل شوت داون. يبقى انت كده ما بتستخدمش خالص الزراير بتاعتك.